لحظات انبساط كتير جدا بتضيع في النص وبتتهرس بدون ما نشوف، علشان مشغولين عنها بلحظات جافية راحت ناسة. فسيب اللي يروح يروح. عندك ايه حلو قصاد اللي زعلت عليه بسببه؟ كم نعمة، كم شخص بيحبوك فعلا ومش عايزين غير انك تكون بخير. فانت عندك كتير، انت بس اللي بتغمض عيونك عن النور وبتتعمد انك تبص على الضلمة. في مقولة عظيمة بتقول: لا احد يستطيع ان يأخذ منك ألمك، فلا تسمح لأحد أن يأخذ منك سعادتك. صعوبة الفترة الرخمة اللي احنا كلنا بنمر بيها مش بس في الارتفاع الجنوني للأسعار اللي محسسك دايما ان انت في سباق متواصل، ومهما حاولت انك تقلل من احتياجاتك فانت برضو مش ملاقي حاجة. صعوبتها الحقيقية ان احنا ما عندناش ريفرنس نقيس عليه، يعني ده ما حصلش قبل كده عشان نرجع في اللي فات ونستفيد منه في اللي حصل دلوقتي. لا، دي تجربتنا احنا الشخصية الجديدة على كل دوائرنا من اولها لاخرنا. طب وايه الحل؟ الحل ان احنا نطبش فيها ونلاقي بنفسنا سكه ونخترع حل. فتصدير كلام الاحباط مش هيقدم ولا ياخر، والولوله والندم مش حلول عمليه. فاحنا محتاجين شويه نصايح من ستات البيوت عن طريقه التدبير، ومحتاجين افكار عن سكك تفتح ابواب رزق جديده للناس اللي هم شغله متاثر. محتاجين اللي عنده لينكات لكورسات مجانيه هتفيد اللي هياخدها يكتبها. محتاجين الناس البلوجرز والانفلونسر اللي هم بيعملوا تقييمات للمطاعم ينزلوا ويقيموا الاماكن الصغيره بدون مقابل فترة معينة. ومحتاجين قاعدة التقييمات دي توسع شوية علشان تشمل أصحاب الحرف الصغيرة اللي هما محدش بيعرفهم ولا حد شافهم قبل كده. فاللي يقدر يعمل حاجة ويساعد بها غيره ما يتأخرش، وربنا هيفرشها ويعدلها من عنده بإذن الله وهيلطف بالناس. بس احنا نقف جنب بعض ونحاول إن احنا نسند بعض ونزج بعض لقدام. كان في عالم رياضيات بيقول: لما يبقى قدامي مسألة اتعجدت بوقف عقل الواعي واسيب الامر للعقل اللاواعي، وده بيتعمل انك تبطل تفكير في المشكلة وتشغل نفسك بحاجة تانية، فيبدأ اللاواعي ان هو يتعامل ويطلع لك الحل. وده بنعمله مثلا لما يبقى حاجة ضايعة منك فتشغل نفسك بحاجة تانية، تلاقيك افتكرت مكان الحاجة اللي ضايعة منك بسرعة. فعلميا الافكار الجامدة وحلول المشاكل الكبيرة بتيجي من العقل اللاواعي مش من الواعي، لان هو اشطر بمراحل. بس لازم اصلا يكون العقل الواعي ده متغذى كويس بمعلومات كتيرة وقراءة ودراسة. يعني اللاواعي بتاع احمد غير اللاواعي بتاع محمد، بس اللاواعي بتاع الاتنين شطار جدا واشطر من الواعي. والحاجة اللي بتخلي العقل اللاواعي شاطر انك تسمع وتشوف وتتفرج على حاجات ايجابيه ومحفزه، لان ده بينمي عضله العقل اللاواعي. علشان كده مهم انك تكون بتتابع وبتدعم اي صانع محتوى هادف، وتقدر المحتوى اللي هو بيقدمه سواء كان بلايك او فولو للصفحه بتاعته او للمكان اللي هو بيقدم عليه. فما تنساش انك تعمل لنا لايك وفولو وتتابعنا احنا كمان. ولما ترجع للواتساب او الماسنجر بتوعك هتتفاجئ بشات قديم بينك وبين شخص ما او اكتر، كنتم امبارح قريبين جدا بشكل محدش فيكم كان متخيل ان هيجي يوم وتبعده. يمكن زعلك مش بيبقى على الشخص نفسه على قد ما بيكون اخلاص ومشاعر حلوه طلعوا بمنتهى الصدق منك، والمحصله النهائيه ايه؟ صفر غلاوه، صفر قرب، ومليون درس علموك من اللي يستحق شرف القرب بجد. فالدنيا دي غريبه جدا، وجزء كبير جدا من غرابتها ان ما فيهاش ثوابت، ويمكن الثابت الوحيد فيها انك لازم تستعد تسيب اللي يقعوا ما دمت انت ما قصرتش مع حد وهو اللي فلت ايده الاول من ايدك. فمن ضروريات الحفاظ على سلامتك النفسيه انك ما تقفش كتير عند نقطه التخلي والخذلان والصدمه الفلانيه. لازم تكمل عادي، انت قطر ماشي في سكته بيقف في محطات وهتقابل فيها كل الانواع من كل الجنسيات وكل الاشكال. فاللي وصل المحطه وانتظرك من بدري، واللي وصل متاخر وما لحقكش، واللي ركب بس قرر ان هو ينزل في نص السكه، واللي كمل. انا عايزك انت كمان تكمل وما تبصش وراك وما تضطرش لحد وما تجبرش حد عليك، وشيل اللي يقدرك على راسك. وبالنسبه للناس فانت بابك سكته مفتوحه للي عايزك ورايدك، واوعى تقفل الباب بتاعك في وش اي حد كان عايزك. كلمتين على السريع: انت مسؤول انك تعلم ابنك الرجولة بتتعلم من الرجالة. الرجولة بتتعلم للولد علشان يبقى راجل، لازم يتعلم ازاي يبقى راجل من راجل مثالي بالنسبة ليه. فغالبا النموذج او الراجل المثالي ده بيكون الاب، لان هو بيكون القدوة والمثل الاعلى. اختفاء الاب ايا كانت الاسباب والظروف، المهم ان هو بيخلق ذكور مشوهين نفسيا عندهم افكار ومعتقدات غلط عن الرجولة. وللاسف الاطفال هم اكتر طرف في الاسرة
فترة بيجي عليه الأذى من عدم تحمل الأب المسؤولية. التعليم بيكون بوجود الأب بشكل مناسب للولد، بأنه هو يتناقش معاه ويشارك وياخد رأيه، فزي ما هيشوف أبوه بيتصرف هتلاقيه هنا بيتعلم الرجولة. تحمل مسؤولية الأبوة بجد بيحمي الطفل من التشوه والوصول إلى الأمان. علموا أولادكم يعني إيه رجولة. لو لقيت حد يقدر يشيل مسؤولية شيلة فوق دماغك، فمعيار اختيارك لصديق أو شريك حياتك أو أي حد يدخل حياتك بأي صورة إنه يكون يقدر يتحمل مسؤولية، فحد تقدر تعتمد عليه إنه يشيلك وقت اللزوم. فالاختبار الحقيقي والفلتر اللي عمره ما بيكذب في معرفة الناس هو إنه يقدر يشيل مسؤولية ولا لأ، يقدر يستوعبك ولا لأ، يقدر ينط حواجز الخلافات الهبلة اللي بتحصل ما بينكم علشان يرسل العلاقة بتاعتكم لبر الأمان ولا لأ، عيل وبيتهرب إنه ياخد خطوة ولا ايه. فالشاب اللي بيدخل البيت من بابه علشان حتى يربط كلام ده جد المسؤولية. البنت اللي قررت ان هي تشتغل علشان تجيب لنفسها الحاجة اللي نفسها فيها وتشيل جزء من العبء على اسرتها ديت مسؤولية. الست اللي بتنفصل عن جوزها وبتقدر تعيش وتتكفل بنفسها وبعيالها ديت مسؤولية. الموضوع برضو مش معناه انك تقدر تشيل مسؤولية حد، ده ممكن تكون عظمتك انك تقدر تشيل مسؤولية نفسك حتى. فالتربية على تحمل المسؤولية بتبني الناس وعدمها بتهدمهم. انا اقول لك على 5 طرق تساعدك انك تبني علاقات جديده، علاقات سليمه، علاقات ما بتتاذيش منها. رقم 1 الاشتراك في الاهتمامات. يعني وانت بتتعرف على حد جديد دور على اهتمام مشترك ما بينكم انتم الاثنين، واقعدوا تتكلموا مع بعض عن اهتماماتكم واتفقوا انكم تشتركوا مع بعض في الاهتمامات ديت. ده لان بيوطد العلاقات ما بين الاشخاص وبيجربهم اكتر مع بعض. طول ما في اهتمام مشترك هتلاقي نفسك بتجرب للشخص التاني لان في اهتمام معين او في حاجه معينه بتربطكم انتوا الاثنين ببعض. رقم 2 خليك مستمع جيد. كتير مننا بيميل ان هو يتكلم كتير وممكن نكون مش بنقدر نسمع كتير، ده لان لو فكرت هتلاقي ان الناس كلها بتحتاج حد يسمعها. فبادر انت وخليك الشخص اللي بيسمع الشخص التاني باهتمام، وعبر على قد ايه انت مركز في كل كلمه هو يقولها، وبلاش تقعد تسمع الشخص اللي قدامك وانت ماسك الموبايل كالعاده بتاعتك يعني. رقم 3 خليك شخص ودود ومبادر. يعني خليك لطيف مع الناس اللي حواليك، عاملهم بود وبادر انك انت اللي تسال عليهم وتهتم بيهم. اوقات بنكون مستنيين ان حد يهتم بينا ولكن مش بنبادر ان احنا نهتم بحد او نسال على حد او ان احنا نعمل ده. فاسال انت واطمن واهتم، وكده هتلاقي الافعال ديت بتترد لك بعدين. 4 سيب مساحه. فمش معنى ان انا اهتم يبقى انا افرض نفسي على الشخص شكل العلاقه وكلام معين. فممكن يكون الشخص مش عايز يتكلم او مش قادر يتكلم. لازم ما تدخلش في حياه الشخص بزياده، ادخل على قد المساحه اللي هو بيسمح لي بيها، وانت كمان تديله مساحه انه يقول ويعمل اللي هو عايزه، واديله مساحه لدوائر علاقات تانية. رقم 5 خليك شخص مرن. يعني اوقات ممكن احط نموذج في ذهني كده عن التصرف المناسب، ولو اللي قدامي دوت ما عملش اللي هو في دماغي انا يبقى انا اتراجع عن العلاقه ديت. لكن الحقيقه ان احنا مختلفين وكل واحد فينا ليه طريقه معينه وتصرف معين، علشان كده لازم تتقبل الاختلاف ما بينكم وبين الشخص اللي قدامك، وكمان نقبل الضعف البشري اللي في كل واحد فينا. فدول كانوا 5 طرق عشان تقدر تبني علاقه جديده، علاقه سليمه، علاقه ما تتاذيش فيها بعدين. لو انت كنت شايف ان الفيديو مفيد وفيه كلام مهم اتمنى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو بينزل جديد. أسوأ إحساس أنت ممكن تحسه إنك مش قادر. الإحساس ده للأسف محدش بيقبل وبيبقوا شايفين إن هو دلع أو اكتئاب أو زعل عادي. فمعنى كلمة مش قادر مش زعلان ولا مخنوق، لا، هي طاقة خلصت من جواكم خليك فعلا مش عارف تعمل أي حاجة لا لغيرك ولا حتى لنفسك. يعني لما حد يعرض عليك إنك تخرج علشان تغير جو وتفك فترفض لأنك أنت الوحيد اللي فاهم إنك مش قادر، فمستحيل إنك تحاول ترتاح بإنك تتعب نفسك أكتر. ولما تتفق على خروجه وأنت تتحرج وتضطر انك توافق بتبقى في قمة سعادتك لما تتلغي. ولما تحس انك مش قادر تعمل اي حاجة غير انك بس تستسلم للحالة اللي انت فيها بتحس ساعتها انك بتحارب نفسك علشان بس تعمل اقل تفاصيل يومك، مش زعلان ولا متضايق ولا نفسك في حاجة معينة تحصل. بس كل الحكاية انك مش قادر تنزل، مش قادر تضحك، مش قادر تشوف حد، مش قادر انك تنافق، مش قادر تقنع حد انك مش متضايق، مش قادر تشرح احساسك، مش قادر تسمع حد، مش قادر تدافع حتى على نفسك لما حد يزعل منك، لما يزعل منك علشان جلي سؤالك، مش قادر تمسك في حد بيبعد. فكلمة مش قادر ديت مفيش حد بيقدرها لما بيسمعها، ولا حد بيستوعب ان احنا فعلا بنبقى مش عارفين نعمل اي حاجة. كل اللي بيبقوا شايفينه بس هو ان احنا بنتدلع. فاللي انا عايز اقوله الرحمة على الناس اللي هي مش قادرة تعمل اي حاجة ولا عايزة تعمل اي حاجة غير ان هي تقعد ساكتة وبس. سيبوهم في حالهم. بقول لك هو اللي اتكسر ينفع يتصلح؟
ينفع يتصلح. في اليابان عندهم عادة فنية حلوة وبنت ناس اسمها كينجستوجي. لما بتتكسر عندهم فازة او طبق صيني او فنجان او اي حاجة من الاواني الخزفية، بيجمعوا الاجزاء اللي هي المكسورة ديت ويلزقوها تاني ويرجعوها لشكلها القديم. بس كده؟ لا، دول بيتهنوا المسافات اللي بين الاجزاء المكسورة بعد ما بتتلزق بالذهب. الفكرة انهم عاوزين يقولوا ان في حاجات في الحياة بتبدأ حياتها يوم ما بتتكسر، فبتبقى اقوى واقيم واجمل بعد كسرتها. فانشف، مش كل كسرة بتنهي حياتك. ممكن تكون الكسرة اللي كسرتك دلوقتي هي بتبدأ فيك حياة اقوى من الحياة اللي انت عشتها قبل كده. انا عايز اقول لك انك في حياتك هتقابل مجموعة من الاشخاص اللي انت هتتعامل معاهم في مواقف معينة، هتلاقيهم بيضايقوك ويحسسوك كده انك متجمد في اي حاجة انت بتعملها، وهتلاقي هنا رد الفعل بيختلف من الشخص للتاني. وغالبا انت بتشوف 3 انواع مختلفة. رقم 1 شخص ما عندوش ثقة بنفسه وانهزام وبينهزم فعلا والكلام السلبي تلاقيه بيأثر فيه. رقم 2 شخص ما عندوش ثقة بنفسه وبيبدأ يدخل في تحدي معاهم علشان بس عاوز يثبت له ان هو جامد وان هو قوي وانه مفيش حد جده. رقم 3 وده افضل شخصية انت ممكن تقابلها، شخص عنده ثقة بنفسه وبيحمد ربنا ان حد نور له الطريقة حتى لو كانت بطريقة مش لطيفة، يبدأ يشتغل على نفسه ويطور منها بدون ما يكون عنده روح التحدي علشان يثبت لحد ان هو حاجة، وبتكفيه جدا نظرته هو لنفسه. فانا مثلا عايز اقول للاول يا خايب بطل خيابة وانشف وخليك راجل، واقول للتاني كبر دماغك وما تثبتش لحد حاجة وخليك شخص ناضج، واقول للشخصية التالتة اقول له انت برنس كمل في طريقك والله يعينك. سلام.